تعالى اقول لك على اوتوميشن هيتحكم 100% في جهازك حرفيا. كل اللي عليك اللي انت هتكتب له رساله انت عايز تعمل ايه في جهازك. يعني انا مثلا دلوقتي هروح اكتب له، هروح افتح الشات، اروح اقول له ايه، انا عايزك تخش لي على الكروم وتبدا تدور لي على خصومات مثلا على موقع امازون، وهبدا ان انا ايه، هشغل، هيبتدي ان هو يستارت اهو براوز. وكمان اقدر ان انا اتابع، يديني لينك دلوقتي لان هو عباره عن اونلاين كمبيوتر في حته تانيه، وهبدا اشوفه وهو بيعمل زي اونلاين براوزنج. اداني لينك اهو، دخلت عليه زي ما انتم شايفين هو بدا يخش على موقع امازون، وهيبدا يجيب لي الخصومات اللي على الموقع، ويحاول ان هو يرجعها لي زي ما انت شايف كده. بيقول لي انا دخلت على البيست سيلر وفي لينك اهو على امازون، وده بيحتوي على مش عارف ايه، وجاب لي كل الحاجات اللي انا عايزها. طب ويلا بينا نبدا الفيديو. يعني بكم جديد معاكم ابراهيم خليل من ان بالعربي، والنهارده باذن ربنا هنتكلم على ازاي تعمل اونلاين براوزنج بحيث ان انت تتحكم في الكمبيوتر بتاعك بنسبه 100% من خلال الاوتوميشن. طبعا احنا عندنا الاوتوميشن بتاع النهارده بيتكلم على حاجه اسمها ايرتوب. وموقع ايرتوب ده يعني مش بيوفر لك بس ان انت تعمل براوزنج او ان انت تستخدم كمبيوتر اونلاين من خلال الاتمته، لا، وكمان تقدر تثبته مع الكمبيوتر اللي هو بيوفره لك. طبعا انت لو دخلت على الاوتوميشن ده واخترت بس ان فهو بيوفر لك قوالب كتيره جدا 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 لان يعني تقدر تأتمت الويب، تقدر تعمل انت فيريفاي للينكد ان بروفايل. هتقول لي ازاي؟ يعني ممكن يعمل لوجن ويخش وينزل، ما فيهاش اي مشكله. يقدر مثلا ان هو يعمل زي بيلدينج اي لسته انت محتاجها. ممكن مثلا هو يعمل لك كومنتات على اكس، ممكن ان هو يجيب لك الايميل وورتنج للناس، مثلا الاكتب على فيسبوك ادز للكمبيوتر بتوعك. ماشي. كل دي اوتوميشنز ممكن ان انت تستخدمها ان هو يطلع لك الفيسبوك جروب بوست، يطلع لك البوستات بتاعت الفيسبوك، ماشي، من خلال ايرتوب. حرفيا الاوتوميشن ده انا سايبه لك مجاني في اول كومنت، تقدر انت تخش تنزله وتحمله مجانا، وتقدر ان انت تروح بس تعمل ايه، 3 نقط وامبورت فروم فايل، ترفع السكريبت بتاعك. طيب قبل ما نبدأ ما تنساش انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ويلا بينا نبدأ. طبعا أول حاجة أنا عندي إن هو الشات. الشات ده اللي أنا بروح أتكلم معاه أنا عايز إيه. ممكن تربطه بقى عن طريق التليجرام، ممكن تربطه عن طريق الواتساب على حسب ما أنت عايز. وعندنا إن هو الإيه، البراوز ايجنت أو الإي أي ايجنت، ماشي. وهنا الايجنت بتاعنا هو عبارة عن إن هو بياخد من الشات، بقول له انت المفروض تعمل ايه. انت بتخش على جوجل، انت بتخش على الويب سايت، تفتح لي برنامج الاكسل وتعمل لي مثلا ملف الوورد الفلاني، ومديله شويه برومتات بحيث ان هو يبدا ايه، يخش ويعمل نفسه كانه بني ادم ويبدا يدور زي ما انا عايز. بعد كده بيخش بقى يعمل كذا حاجه. اول حاجه بيستارت البراوز، ماشي. فدي اوتوميشن لوحده. انت طبعا برضه هتلاقيه من ضمن التحميل، هتنزله عادي من بورت فروم فايل وتجيبه على طول. بيعمل ايه الكلام ده؟ بيبدا اول حاجه ياخد اللي انا عايز ادور عليه، اللي انا بدور عليه مثلا اللينكات، البروفايل نيم. طبعا البروفايل نيم ده بيبقى من هنا، بيجي من هنا اهو. البروفايل بيجي من هنا، لازم اخش على البروفايل وكريت نيو بروفايل عشان يبتدي ان هو يجيب البروفايل بتاعي. وبعد كده بيبدا السيشن بناء على الايه، البروفايل نيم بتاعي. جميل. وطبعا اللينكات اللي انا عايز ادور فيها، يعني انا قلت له انا عايز امازون، فبدا ان هو يدور في ايه، في امازون. وبجيب الايه، الويندو اللي هو الشاشه اللي بتظهر بتاعه امازون دي، بحيث ان هو يخش ويجيب لي الايه، الداتا. طب هتقول لي يا ابراهيم دلوقتي انا عايز اربط بقى الكريدنشال بتاعت ايرتوب، طب اربطها ازاي؟ طبعا انت بتدوس على كرييت نيو كريدنشال اي بي اي، وعندك ان هو في اي بي اي كي، وتبدا ان انت تقول له كرييت نيو كي، وتبدا ان انت تروح تحط الايه، الاي بي اي كي بتاعك هنا. جميل جميل. وتسيب كل حاجه زي ما هي. هو بيخش يعمل براوزنج، ورحت ربطت طبعا سلاك ده عشان بس يوريني اللينكات اونلاين وهو بيعمل براوزنج اونلاين. يخش ويدور
ويجيب لك اللي انت عايزه. ممكن يخش على تويتر، ممكن يخش على فيسبوك، على حسب ما انت عايز. وبعد كده بيرجع بحاجه اسمها الاي دي. الاي دي ده اللي هو السيشن اي دي، والويندو جاب ايه المعلومات اللي جابها، والاوت بوت بحيث ان هو يرجع لي بالمعلومات في الايه الشاشه ديت. بيبدا ان هو يجيب لي زي ما انت شايف كده المعلومات اللي انا عايزها. طيب في عندي برضو كليك، لو هو مثلا عايزه يعمل زي كليك ومش محتاج ان انت تربط اي حاجه، لا ده هو هيخش وهيروح ويدوس ويعمل ساين ان وكل الكلام ده من غير ما انت تتدخل. طبعا هنا بيروح يجيب تايب انتر اكشن. يعني انا دلوقتي عايزك تخش على الكمبيوتر، ماي كمبيوتر، عايزك تخش على البراوزر وهكذا. هنا بيجيب الكلمه، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه غير بس ان انت تربط الكريدنشال بتاعتك. بيجيب الكلمه وبيروح يلود اللينك اللي انا قلت له مثلا امازون، وبعد ما تخلص اعمل ان للايه للسيشن وهكذا. تمام. طبعا بعد ما بيخلص بيروح يجيب لي النتيجة في الشات بتاعي، وزي ما شفت كده اداني النتيجة، قال لي مثلا ادي الخصومات اللي انت بتدور عليها. ده كده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لو أنا عايز أشغل كمبيوتر حرفيا 100% إيه أونلاين، ومن غير ما أنا أتحكم فيه. أنا هبعت بس رسالة وهو هيبتدي إن هو يروح يدور في الحاجة اللي أنا بدور عليها. طبعا لو عجبك الفيديو ده متنساش أنت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. كان معكم خليل من فيديو بالعربي. متنساش الخصم بتاع 70% من الكورس. سلام.